يا عم ما تقرفناش، انت هتعمل لنا فيها شيخ؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت نسيت انت كنت ايه في الاول، ونسيت انت كنت بتعمل ايه؟ التعيير يا صديقي او انك تعاير اخوك المسلم ده شيء مش كويس جدا، لانه اولا بيأذيه على المستوى النفسي، ثانيا هو اسلوب مش ادمي ومش متحضر، ثالثا هو حرام. ابن القيم رحمه الله بيقول ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته. يعني ما تفتكرش نفسك كويس لما تعايره وتقول له انت فاكر لما شفتك نازل مع البنت الفلانية؟ انت فاكر لما شفتك كنت في المكان الفلاني بتعصي ربنا؟ انت فاكر لما شفتك بتعمل الذنب الفلاني؟ لا، انت كده مش كويس، انت بالعكس، انت ذنبك واسمك اكبر من ذنبه، اكبر من المعصية اللي هو عملها، مع انك انت ما عملتش حاجة. يا جماعة الموضوع مش بسيط. ما تفتكرش نفسك كويس لما يبقى واحد صاحبك بينصحك تعمل حاجة لله وتقول له بقول لك ايه، انت بالذات ما تتكلمش لان عارف بلاويك كلها. لا، الموضوع مش كويس، الموضوع مش بسيط، الموضوع مش بالسهولة دي. انت ليك نفس الذنب واكتر كمان. ما تعملش في نفسك كده، انت ما تستاهلش كده. انا عايزك بس تعرف، لما انا اطلع انصحك لله وواحد صاحبك يقول لك اللي انت بتعمله ده حرام واللي انت بتعمله ده غلط، هو كده ما بقاش من منازل الصالحين ولا خد منزلة من منازل التقوى. هو بيعمل حاجة صح، هو بينصحك لله. لان انا وانت وصاحبك اللي بينصحك لله ده لو ما جاهدناش نفسنا في طريق الطاعة وفي الطريق الصح هنقع. ما تجيش تتريق عليا وتقول لي ايه يا شيخ فلان، ما تتريقش على صاحبك اللي بينصحك لله وتقول له ايه يا عم الشيخ، انت هتعمل لنا فيها شيخ ولا ايه؟ بص من الاخر كده، ولا انا ولا انت ولا اللي بينصحك دوت ضمن مكانه في الجنة او ضمن مقعده في الجنة، فلازم نسعى لاخر نفس فينا. الموضوع وما فيه ان احنا بنحب ربنا عز وجل، بنتلذذ بالحديث عن الله عز وجل، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بنتلذذ بالطاعة وبنكره المعصية. فحاول انت كمان تجاهد نفسك في ده، ما ينفعش تبقى انت عايش كده وخلاص. بس كده يا سيدي، ربنا يهدينا انا اولا لاني محتاج ان ربنا يهديني، وربنا يهديك ويوفقك لطريق الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.